ان انا اقول لكل المصريين من فضلكم ارجو ان انتوا تنتبهوا لكل كلمه هقولها لكم دلوقتي. شوفوا، الهدف كله من اللي بيتعمل ده هو اسقاط الدوله المصريه، وهم في استراتيجيتهم اللي هم شغالين بيها عارفين كويس قوي ان تماسك الدولة، تماسك المصريين لابد من كسره. الهدف منه انه يقول للمصريين لا، التماسك اللي بينكم ده بين الشعب المصري كله بمسلمين ومسيحيين لازم يتكسر. هو ده الهدف اللي بيتعمل. في جهد كبير جدا بيتعمل لحماية شعبنا وحماية أرضنا. احنا بنحافظ على شعبنا وبنحافظ على الأمن القومي المصري، واللي هيقرب من أمننا احنا هنتصدى ليه كما ينبغي. بقول تاني وأرجو أن الرسالة دي تبقى واضحة للجميع. نحن لن نتردد في حماية شعبنا من الشر وأهله. مرة تانية بقول للمصريين اوعوا وانتبهوا وحافظوا على تماسككم. الاستراتيجية اللي هم حاطينها بيقولوا ان مصر اذا سقطت سادت الفوضى في العالم كله، وعشان كده مرة تانية بقول ان كل الجهود بتبذل لضرب الاقتصاد المصري، لضرب السلام الاجتماعي في مصر. أعنا الله سبحانه وتعالى على اللي احنا فيه، ووفقنا وحمانا. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.